الأول بأن هناك شيء جديد أو غريب من وراء هذا اللقاء في الكونغرس معروف. المواقف التي تم التعبير عليها ليست جديدة. الجديد هو أنه التوقيت ديالها والتزامن ديالها لمحاولة تأكيد بأنهم حتى هما داخلين في إطار هذا المسلسل. محاولة دعم الأمن العام والأمانة العامة التي توجد في مأزقنا اليوم. إذا بالنسبة لي هذا الشيء ليس فيه جديد وليس غريب، ما أتوا به بأنه خصنا ندعموا الأمن العام، أنه خصنا ندوب المغرب، أنه خص مجلس الأمن، أن خص أمريكا تتدخل لدعم يعني الأمانة العامة والأمن العام. هذا يعني داخل في إطار يعني تحركات كلاسيكية طبيعية نعرفها ونتعامل معها وقادين عليها، قادين على كل شيء، لأن هذه قضية أمة بكاملها. نحن نعرف، كنعرفوا بعضياتنا وكنعرفوا المغاربة، كنعرفوا تاريخهم، كنعرفوا تشبثهم بثوابتهم، وكنعرفوا تشبثهم بوحدهم. هذا الكلام دائما كنا نقوله ونقول كذلك، ما تلعبوش في النار. المغرب بلد مستقر، والمغرب يساهم في استقرار المنطقة. المغرب يساهم بقوة في استقرار المنطقة. الكل يعترف بهذا بالنسبة لبلادنا. دار حذاري من لعب النار، انكم تحاولوا تخرجوا عن الاطار المسلسل السياسي التي يدبر به هذا النزاع المفتعل. هو يعني في حد ذاته يضعكم وسيضعكم امام مسؤوليه، ولكن في نفس الوقت لا تعتقدوا بان المغرب سيسمح لاي كان ومهما كان وكيفما كان بان يتطاول على سيادته وان يتطاول على وحدته. اليوم وهادشي اللي كنقول لهم، راه قدامكم 35 مليون ديال المغاربه. اليوم 35 مليون ديال المغاربه، وهذه القرارات اللي اتخذت باسم 35 مليون ديال المغاربه. اذا كان شي واحد كيعتقد بان هذا الشيء يمكن له يلعب به وانه يمكن يخرج على الاطارات ويلعب في المسلسل، ياثر على مجلس الامن، ياثر على المنظمه الدولي، فهو خطأ. هي مناسبه كذلك للاشاره بان الحمد لله اذا كانت هناك قوه ديال المغرب وهي واضحه، لانه بلاد اللي كتبني ما كتهدمش، بلاد اللي كتبني نفسها عندها نقط قوتها.